ازيكم يا احلى صحاب في الدنيا؟ وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهارده جاي لكم فيديو جديد وان شاء الله الفيديو يعجبكم. عايزاكم بس تتابعوا الفيديو للنهايه، هتاخدوا منه افكار جديده وحاجات جميله هنعملها مع بعض. واليوم بتاعنا كله هيبقى من اول اليوم لاخره هيبقى في المطبخ. هنعمل حاجات، هنعمل غدا وهنعمل حلويات وهنعمل حاجات حلوه. تابعوا بس الفيديو معايا للنهايه وان شاء الله كل تكه فيها هتفيدكم. بصوا بقى، انا اول حاجه عملت ايه كده، دخلت المطبخ. طبعا بعد ما فطرت وظبطت دنيتي كده بره، قلت ايه ادخل بقى اعمل الغدا. كانت حوالي الساعه 12 ونص او واحده كده. بشرت بصله في الكبه وشوحتها في معلقه سمنه. اول ما اتشوحت معايا نزلت عليها بوراك الفراخ. وراك الفراخ انا بتبلها بفلفل اسمر، طبعا بعد محلول النقع. وبعد كده بصفيها كويس جدا وارش عليها فلفل اسمر بس. وبعد كده إيه انزلها بقى في البصله بتاعتي. البصله يا دوبك دبلت بس، نزلت الفراخ هتاخد لون خفيف كده، وهنزل عليها الفلفل الاخضر مقطعاه قطع صغيره خالص. والبطاطس قلت نعملها المره دي بطريقه مختلفه، وعايزه اقول لكم ان اختلفت تماما عن اي صينيه بطاطس انا عملتها في حياتي بصراحه. بس اخدت 3 بطاطسات وقطعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبدات اتبل البطاطس بتاعتي بملح وفلفل وبهارات فراخ. بس كده. بتقلبيهم بقى مع بعض كده، وبعد كده تنزلي عليهم على الفراخ بيهم يعني. بس هنشوحهم كويس جدا مع الفراخ، واول ما يبداوا يتشوحوا مع بعض كده هنقطع عليهم طماطميه صغيره كده. وهتبقى الفراخ بتاعتي لونها ابيض. بس عايزه اقول لكم ان البطاطس طعمها روعه، يعني انتوا لو خدتوا البطاطس دي بالشوكه كده وكلتوها هتدوب في بقكم، وطعمها جميل جدا جدا. هي اكله تقريبا شبه اللي احنا بنعملها، بس كل واحد طبعا بيعملها بطريقه مختلفه، بس كل تكه فيها بتختلف. وحطي فص توم، الفص التوم بيفرق جدا جدا في الصينيه دي. بس قطعت طماطميه رانشات كده وبس كده. هزودها كوبايه ميه وهسيبها، اول ما الميه تغلي هوطي عليها النار وهسيبها بقى على نار هاديه تستوي براحتها خالص. بتقعد حوالي من ساعه الا ربع لساعه كده يعني بس نار هاديه خالص، وسيبيها بقى على البوتاجاز تنزل ميتها وتستوي براحتها خالص. انا علقت عليها على البوتاجاز وسبتها، وكان عندي بقى شويه غسيل اطباق في الغساله، شويه مواعين يعني. فقلت اطلعهم وارصهم معاكم بقى واتشجع معاكم كده. مش كل مره بقى نغسل مواعين، قلت المره دي نطلع المواعين اللي في الغساله بقى. انا كل فتره يعني انا يوميا لو عندي طبقين ولا حاجه وحاجات سهله كده بغسلها على ايدي. حاجات كتير وبحس ان انا تعبانه او مكسله بملى الغساله. بس انا من الناس اللي بحب غسيل المواعين جدا. بس طبعا مفيش غنى عن غسالة الاطباق، مهمة جدا في المطبخ. لو يوم تعبانة او كسلانة هتلاقيها تساعدك بصراحة جامد. بس خدت الحاجة بقى وبدأت ارصها في مكانها. اهم حاجة لما تغسلي مواعينك تسيبيها تتصفى كويس جدا وبعد كده ترصيها في مكانها. هتفضل المواعين معاكي بتلمع وجميلة وما فيهاش التنقيط اللي بيبقى ساعات بتجيبي الحاجة بتبقى مطوسة كده، التطويز دوت لانها ما تبقاش ناشفة كويس. بس رجعت كل حاجة مكانها. وعايزة اتكلم معاكم بقى في حاجة. انا اولا عايزة اشكركم جدا جدا على تفاعلكم وعلى محبتكم وعلى كل كلمة كتبتوها في الفيديو اللي فات. وبشكركم طبعا على رأيكم على راسي، ومحبتكم بالنسبة لي كبيرة جدا جدا. ربنا يخليكم، ما تحرمش منكم ولا من محبتكم أبدا أبدا. طبعا آرائكم تشبه آرائي في حاجات كتير. فأنا بقى إن شاء الله اما اظبط المطبخ كده هنزل لكم فيديو حلو، وان شاء الله تقولي رايكم. ولو في حاجه ما عجبتكوش ان شاء الله نغيرها. بصوا، هو انا طبعا اللي معطلني وما خلينيش ركبت البوتاجاز لحد دلوقتي ان انا بدور على شفاط كويس، لان انا عندي واحد قديم بصراحه ومش عايزه اركب القديم، فكنت عايزه اجيب حاجه جديده. فهشوف الدنيا فيها ايه، ولو عرفت اظبط حاجه جديده هيبقى ان شاء الله يبقى كله جديد في جديد. ما عرفتش يبقى اركب القديم. فادعوا لي كده ربنا يوفقني، واول ما الدنيا تتظبط معايا واركب كل حاجه هنزل لكم فيديو حلو وتقولوا رايكم. لو في حاجه ما عجبتكوش هغيرها باذن الله. هنا بقى عشان ما نتوهش من بعض، انا بعمل الرز. حطيت معلقه سمنه على معلقه زيت، شوحت فيها الرز بتاعي ونزلت عليه بهارات الكبسه. وبس كده. هزوده ميه وهزوده مكعب مرقه خضار، وهنزود حاجه بقى تخلي الرز في حته تانية خالص، كوبايه لبن. كوبايه اللبن دي بتخلي الرز طعمه جميل جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان كوبايه اللبن دي لو زودتيها على رز ابيض ساده من غير بهارات الكبسه مع مكعب مرقه خضار، الرز بيبقى طعمه روعه. جربوه هيعجبكم جدا. بس وعملت طبق سلطه كده جنب الاكل. وعايزه اقول لكم ان هي كانت وجبه جميله جدا وخفيفه وما تعبتناش خالص. وطبعا انتوا عارفين الصيف بيحتاج تغيير، بيحتاج اكل ناشف ما فيهوش صلصه وما فيهوش يعني طبيخ كتير وكده. فالاكلات دي من الاكلات الحلوه الخفيفه وطعمها لذيذ جدا. جربوها هيعجبكم. خلصت بقى كل حاجه طبعا في المطبخ زي ما شفتوا كده. عملت طبق السلطه وكنت رصيت المواعين بتاعتي كلها رجعتها مكانها. وبس على ما اخلص السلطه وكده هكون الفراخ حطيتها في الفرن، هتاخد وش
بديها وش على اليمتين الاتنين، يعني بدخل الفراخ على ظهرها الاول تتحمر، وبعد كده اقلبها على الوش. بس هتاخد في الفرن ما بتاخدش حوالي 10 دقايق او ربع ساعه، بس الشوايه بتشغليها عليها، وممكن تعملي لها فحمه بيبقى طعمها جميل جدا جدا. بس هنا الرز بتاعي كان استوى بقى، قلت ايه اغرف بقى نتغدى وايه ونشوف ورانا ايه تاني هنعمله. بس غرفت الاكل بقى وخلاص كده، ده كان الغدا بتاعنا، نشكر ربنا عليه طبعا، وربنا يديمها نعمه يا رب كده في حياتنا، والحمد لله على كل حال. وربنا يرزق كل واحد ظروفه ضيقه ومش لاقي اكل او عيشته يعني صعبه، ربنا يرزقه ويوسع عليه ويرزقه برزق بيته وعياله يا رب. بس شايفين الفراخ شكلها جميل جدا جدا، والبطاطس عايزه اقول لكم طعمها روعه، جربوها بامانه، اكله جميله جدا وخفيفه وطعمها كان حلو قوي. بس انا غرفت الاكل بقى كده وخدت الاكل اتغدينا، وبعد ما اتغدينا قلت اطلع لهم ايه طبق فاكهه بقى، عشان الجو حر كده، حاجه ترطب على انفاسهم وعلى نفسيتهم، عشان الجو بجد حاجه صعبه جدا، الجو ده محتاج حاجات ساقعه كتير. فبدل ما نجيب بقى ايس كريم وحاجات زي كده، بنفضل ان احنا نستخدم فاكهه طبيعيه احسن. بس خدت الاناناس بتاعي وقطعته بقى شرايح بالطول كده، وبس هطلعه بقى من القشره بتاعته وخلاص كده. عايزه اقول لكم الاناناس الايام دي مسكر جدا جدا وجميل، وانا بصراحه بفضله عن البطيخ، يعني انا البطيخ بخاف منه لانه بيعمل نزلات معويه، ومعرفش، انا من الشخصيات اللي مش بحب البطيخ قوي، وحتى الاناناس ده انا ما كنتش باكله نهائي الفتره دي، بس اللي قلت ايه اجربه فعجبني جدا. بس هو انا في الفاكهه ليا ميول لحاجات وحاجات ما بفكرش ادوقها حتى. بس يعني انا اول صيف اكل الاناناس دوت، وعجبني جدا طعمه جميل قوي قوي. بس هطلعه لهم كده، وكان عندي تفاح كمان، طلعت لهم ايه طبق تفاح، التفاح البلدي موجود الايام دي، هو سعره غالي شويه بس شغال، يعني الكيلو ب20 جنيه، بس حلو الحمد لله طبعا. بس خلصت وقلت ايه بقى اغسل الاطباق اللي اتغدينا فيها بقى واللي كلنا فيها دي، وخلاص كده ما عنديش مواعين خالص، الغساله فاضيه والحوض عندي كمان فاضي، وما عنديش حاجه تانية في المطبخ تتعمل، والدنيا عندي بره كانت رايقه، انا ايدي في الشقه بره على طول، وطول ما الدنيا رايقه ومنظمه بحس ان مهما الدنيا اتبهدلت بتتروق بسرعه جدا. ليه؟ لان الاساس نظيف. بس عايزاكم بقى تشاركوني برأيكم الجميل كده، وتقولوا لي ايه رأيكم، اشتري شفاط جديد ولا استخدم اللي عندي. انا عندي واحد، انا جوزي اصلا بيشتغل في ال في الغسالات، يعني هو مهندس صيانة، بيشتغل في الغسالات وبيشتغل في الفلاتر وبيشتغل في كل حاجة. فهو كان عنده شفاط كده، كان جابه من فتره يعني وركنه، ما كانش في بالنا ان احنا نركبه خالص. بس هو انا ما كنتش حابه اركب حاجه قديمه بصراحه، بس هو مش قديم يعني، هو حالته كويسه جدا، بس هو كان عايز يجيب حاجه حديثه وحاجه كويسه. بس فقال لي احنا هدور، وان شاء الله لو لقيت حاجه كويسه سعرها حلو ان شاء الله اجيبها، ما لقيتش يبقى هنركب اللي عندنا ده، هظبطهولك وكده واركبه هيبقى زي الفل ان شاء الله. فانا منتظره، يعني انا منتظره اشوف هو هيعمل ايه، وادعوا لي بقى ان ربنا ايه يكمل كل حاجه على خير. خلصت بقى المواعين وشطفت الحوض بتاعي كده وايه، وبنوتي بقى قالت لي انا عايزه اعمل حاجه حلوه، ده كان اخر اليوم بالليل خالص. فقلت لها مفيش مشكله، اللي انت عايزه تعمليه تعالي انت اشتغلي وانا هصورك. بس فهي هتعمل كيكه اسمها كيكه تريليتشيا التركيه، او تريليتشي. المهم هي بتتعمل ب3 بيضات ونص كوبايه زيت، كوبايه سكر، وكوبايتين دقيق، وكيسين فانيليا، وهتحط معلقه خل، بس مكوناتها بسيطه جدا وسهله جدا. واللبن هي بتتعمل بلبن، احنا عملناها كيكه الحليب الساخن اللي هي بلبن مغلي عليه معلقه سمنه بلدي. بس حطينا 3 بيضات عليهم الفانيليا، وحطيت عليهم كوبايه السكر، وهبدا اضربهم بالمضرب كده، ما عندكيش مضرب اضربي بالايد عادي، ما عندكيش برضو مضرب يدوي اضربي في الخلاط، هتبيض معاكي وهتبقى حلوه جدا وهتطلع عاليه وجميل. هنا بقى كوبايه اللبن هنحط عليها معلقه سمنه كبيره كده، وهنحطها على البوتاجاز لحد ما تغلي. بس زودت السمنه شويه، انا بقى بشتغل يعني، انا كنت بصور اللبن وهي شغاله بالمضرب. بس ضربت السكر والبيض لحد ما بيضوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، حطت ذره ملح، وبعد كده هتحط غطا واحد بس خل، وهتنزل عليهم بالزيت بقى، الزيت معاها نص كوبايه زيت بس، وهتضربه كويس جدا. بصي بقى احنا عملناه في الصينيه المتوسطه من الصواني المستطيله. بس انا عايزه اقول لكم المفروض هي اتعملت في اكبر صينيه، لان هي المفروض تبقى راق من اللي احنا عملناها شويه.
المهم يعني حطت كوبايتين الدقيق، وهتحطي كيس المحسن الكيك، وكده خلاص الكيكه بتاعتنا اتعملت. هندهن صينيه بقى، المفروض زي ما قلت لكم صينيه تكون كبيره، احنا عملناها المتوسطه، فانتي في الافضل المقدار ده حطيه في صينيه كبيره. دي ايد جوناثان بقى كان بيمد ايده لان بيحب جدا ياخد بتوع المضرب دول ويقعد يلحسهم كده، فكان واقف مستني. قلت له هنخلص ونديهولك. بس بعد ما ضربنا كل المكونات مع بعض حطينا اللبن سخن، ما تخافيش مش هيبطل مفعول البودر ولا هيعمل اي حاجه خالص، هيشتغل معاكي والكيكه هتشوفوها طالعه جميله جدا. بس الكيكه لازم تبقى سايله كده عشان تبقى هشه معاكي وزي الاسفنجي بالظبط. بس هي كده بتطلع منها الهواء، وهتدخلها الفرن. وهتعمل هنا بقى الكريم شانتيه. هو الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه دوت حسينا ان هو قليل، احنا وقفنا الفيديو ووقفنا اصلا الضرب وبعتنا جبنا الكريم شانتيه تاني وكملنا. بس هي كانت جايبه ب 15 جنيه. 15 جنيه قليلين جدا، المفروض ان هي كانت جابت ب 20 او 25 جنيه كريمه عشان تكفي معانا. هنا بقى هنعمل الكراميل. الكراميل بالطريقه دي ممتاز جدا جدا، واستحاله يكلكع منك. جربوه برضو بالطريقه دي وان شاء الله عمره ما هيبوظ منكم ابدا. احنا حطينا كوبايه سكر، وحطينا عليهم حوالي ربع كوبايه ميه، يا دوبك الميه السكر شربها. وبتهدي النار خالص وتسيبيه لحد ما يدوب، ما تحطيش فيه معلقه ولا تعملي فيه اي حاجه. وعشان ينجح معاكي ويطلع صح 100% وما يكلكعش، حطيه في حله ستانلس او في اي كسرولة ستانلس. معانا هنا كوبايه الا ربع لبن، حطينا عليها حوالي معلقه صغيره نشا. بس ما تزوديش النشا عشان ما يطلعش معاكي عامل زي المهلبيه كده. وكل شويه تاخدي بالمعلقه سنه صغيره وتحطيها على الطبق، وتتاكدي ان هو جاب اللون اللي انت عايزاه لحد ما يجيب الدرجه اللي انت عايزاها في الكراميل. وبعد كده حطي اللبن بتاعك. كده انا جاب الدرجه اللي انا عايزاها خلاص. هنزل عليه اللبن بقى، وهتشوفوا مش هيعمل معايا كلكعه واحده بس كوبايه اللبن، وعلى طول بالمضرب كده ايدي اشتغلت بسرعه بسرعه علشان خاطر ايه ما يكلكعش مني. ما كلكعش وهيطلع ممتاز بصراحه. طريقه جميله جدا جدا، جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس فضلت اقلب فيه كويس لحد ما ما جاب القوام اللي انا عايزاه. بس كده هنزل عليه بقى بمعلقه سمنه وهفضل اقلب برضو. هتحسوا انه السمنه مش هتندمج معاهم، بس افضلي قلبي لحد ما تندمج. هي كتر التقليب هيخليهم يبقوا قوام واحد كده، وهيبقوا خليط واحد زي ما انتوا شايفين. بس في ثانيه اتعمل. الموضوع سهل جدا جدا. بس جيت بقى طلعت الكيكه بتاعتي، وطبعا كنت سايباها تبرد، وبعد ما بردت خالص همسكها بقى اقلبها على صينيه. لان انا عايزه اشتغل على الظهر، هسلكها بس الاول كده وبعد كده هقلبها. في الوقت ده بقى انا اللي كنت شغاله، يعني انا اللي عملت الكراميل وانا اللي عملت الكيك. هي كانت واقفه جنبي، هي اللي هتزوق برضه. انا عايزاكم بقى تشجعوا جاسي، لان جاسي استاذه حلويات وبتحب الحاجات دي جدا جدا. هي استاذه مطبخ عموما مش حلويات بس، كل حاجه بتعملها ناجحه وجميله جدا. فادعوا لها كده ربنا يوفقها في المطبخ كده وتحبه وتحب تغسل المواعين، لان هي ما بتحبش تغسل المواعين خالص. بس مسكت انا اللي مسكت على فكره مش هي، انا مسكت الشوكه وخرمتها لها كده، وهي بدات تسقيها باللبن. بس اسقوها لبن كتير. المهم بعد ما سقيتها قالت لي معلش رجعها لي تاني في الصينيه يا حبيبتي، اعملي في البتاعه دي على الطبق اللي انا طلعت عليه. قالت لي لا، علشان تطلع مظبوطه لازم ترجع الصينيه تاني. رجعتها لها الصينيه، وكنا جبنا كريم شانتيه كملنا. وبس كده هتبدا تفردها بقى وهتزوقها، هتعجبكم جدا. وعايزه اقول لكم ان طعمها كان روعه. بس طبعا انتوا عارفين الصيف محتاج اي حاجه ساقعه بقى، والافضل انك تعملي اي حاجه في البيت، لان كل حاجه بره بقت اسعارها مولعه. وده غير كمان الحاجه مش مضمونه، يعني دلوقتي معظم الناس بتتعب من اكل بره. فالافضل اعملي حاجتك براحتك خالص في البيت. بصوا بقى احنا عملناه وحطينا الكريمه وحطيناها حوالي نص ساعه في الفريزر لحد ما الكريمه سقعت وبقت تمام. نزلنا عليها بالكراميل وبس كده. هنوزع الكراميل وهنحطها تاني حوالي 10 دقايق في الفريزر، بس لحد ما الكراميل يجمد معانا كده. وبس كده هنجيبها بقى ونبدا نزوقها بمعلقتين كريم شانتيه. خدناهم كده وحطيناهم في كيس من بتوع التلاجة عادي، وقطعنا سنه وبدانا نزوقها بقى. بس هي كده كانت بتوريكم شكلها عامل ازاي، وقد ايه كراميل مظبوط ما فيهوش اي كلكعه ولا فيه اي حاجه خالص. بس جابت الكيس بقى اللي فيه الكريم شانتيه وبدات تحط خطوط كده، وهتبدا توزعها عشان تدي شكل جميل. بس هي بصراحه كانت جميله في كل حاجه، يعني بجد تسلم ايدك يا جاسي، وتعيشي وتعملي لنا يا روح قلبي. ربنا يخلي لكم ولادكم كلكم. وعايزاكم تشجعوا البنات كده بالذات في الصيف وفي الاجازه ان هم يدخلوا المطبخ ويخترعوا. صدقوني لو اديتوهم فرصه هيطلعوا احسن ما انتوا بتطلعوا كمان. فربنا يخليهم لنا يا رب ويبارك فيهم. شايفين الجمال بقى والروعه؟ عايزاكم تشجعوها كده في الكومنتات وتقولوا لها قد ايه ان الكيكه شكلها جميل جدا، وعايزينها تبدع اكتر وتصور لكم اكتر.
بس كده خلصناها، وكنا حطيناها في الفريزر، قعدت حوالي 10 دقايق، وبعد كده طلعتها بقى قطعت. هي جت وقت التقطيع وقالت لي معلش انا اسفه مش هقطع، انا هاكل بس، قطعي انت يا ماما. بس قطعتها وطلعتها اوريكم شكلها طالعه جميله جدا جدا، والكيكه شاربه لبن كده وطعمها حلو قوي، والكريم شانتيه طبعا معمول باللبن فطعمه حلو، الكراميل ممتاز. الكيكه بصراحه ما فيهاش غلطه خالص، جربوها وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. بس انا بالنسبه لي حسيت ان الكيكه عاليه شويه، المفروض كانت اتعملت في صينيه اصغر من كده. لو انت بتحبيها بقى كده اعملي كده براحتك، هي في كل الاحوال طالعه جميله قوي ومشبعه كده وحاجه حلوه قوي قوي. انا عايزه اقول لكم الصينيه دي قعدت معانا يومين من كتر جمالها، وهي تقيله على فكره مش خفيفه. بس ده كان الشكل النهائي بتاعها، حبيت اوريه لكم برده في قطعه تانية. وبس كده ايه، خلصنا الحلويات اللي جاسي عملتها، وخلصنا الغدا بتاعنا، وخلصنا تقريبا يومنا. هنلمع بقى ما كنا واقفين وايه وهظبط الدنيا. انتوا طبعا عارفين لما اي طفل او اي بنوته او اي حد عنده اي ابن بيدخل المطبخ بيدمره. فشايفين طبعا الرخامه كلها فتافيت كده، مكان ما كانت شغاله وكده، فهي خلصت وقلت بقى ادعك الرخامه كويس، لان انا عملت الغدا النهارده ورصيته على الرخامه دي، فوقع مني طبعا حاجات بسيطه كده من الاكل او خضره مكان ما كنت بعمل سلطه. وهي كمان عملت كيكه، فطبيعي ان هي مش بتبقى متملكه قوي، ففي حاجات بتقع منها. فعلى طول كده مسكت الرخامه وقلت ايه امسكها المعها وانضفها كده، واي حاجه بقى مسكناها بايدينا خلال اليوم وكده المعها، اديكي باور وطاقه بقى وحمسك كده من كسل اليومين دول والجو الحر الفظيع اللي احنا عايشين فيه ده. تقومي بقى من الكسل دوت، وتقومي بقى لو قاعده في تكييف قاعده تحت مروحه، لا قومي خلصي اللي وراكي. انا عايزه اقولك ان شغل المطبخ ما بيتعبش، وكمان بيديكي حماس وطاقه كده، وطول ما الدنيا بتبقى نظيفه بتحسي ان انتي مش حاسه بالحر. ويا سلام بقى بعد ما تخلصي تعب اليوم كله تخشي تاخدي دش كده، هتحسي بفرق جميل جدا جدا في الجو، وهتحسي ان انتي منتعشه. هنا بقى وانا بنضف الطقم التوابل دوت كنت بوريكم عليه تراب. انا عايزه اقول لكم ان هو عليه تراب مش عشان انا مش بنضفه، بس انا عايزه اقول لكم اليوم ده كان هوا جدا. او مش هوا، انا عندي شباك المطبخ بحري فبيدخل هوا بتراب شديد جدا، وطبعا الرخامه دي قدام الشباك على طول، فهي والميكرويف والبوتاجاز كلهم بيبقوا كلهم تراب. لو ما لمعتهمش نضفتهم على الاقل يوم ويوم بحس ان هم عليهم تراب شديد زي ما انتم شفتوا كده. بس لمعت الرخامه بتاعتي، وهاجي ايه على الميكرويف كده هلمعه برده، لان ايه مكان ايدينا متبصم كده وكان عليه برده بوست تراب، يعني انتوا شايفين خط تراب، مع اني ايدي فيه يوميا بنضفه، بس الشباك عندي بيدخل تراب شديد جدا. بس هنا بقى بوريكم ان ده الجلانس اللي احنا عملناه مع بعض او ملمع الازاز، عايزه اقول لكم خلى الميكرويف بيلمع وجميل جدا. بس والازازه بتاعه الميكرويف خدتها برضو غسلتها ونضفتها، لان طبعا احنا بنقمر عيش كتير ونسخن اكل بقى وكده. الميكرويف بصراحه يعني الواحد ما بيقدرش يستغنى عنه في المطبخ خالص، فقلت ايه امسكه بقى ايه انضفه بالمره كمان كده، عشان لما حد يحط فيه حاجه يبقى نضيف. بس مسكته بالملمع اللي انا عملته ده، نضفته من جوه ومن بره، ونضفته من جوه بمناديل كده، وخدت الازازه بتاعتي على طول غسلتها. اهم حاجه وانتي بتغسلي الازازه خدي بالك كويس جدا وانتي ماسكاها، عشان ممكن الازازه دي بتبقى مزحلقه كده او تقيله، حجمها تقيل، فممكن تتزحلق من ايدك. انا عايزه اقول لكم ان هي كذا مره كانت هتتكسر مني، بس ربنا بيسترها. فانتي خدي بالك وانتي ماسكاها امسكيها كويس قوي، وقبل ما تحطيها جوه الميكروويف نشفيها كويس جدا. بس خدتها نشفتها ودخلتها الميكرويف بتاعي كده، وخلاص كده انا خلصت الميكرويف. هبدا بقى المعه من بره، وهجيب طقم التوابل بتاعي اللي بحطه فيه وهمسكه انضفه مكان ما بمسكه كده، لان انا حاطه فيه روزماري وزعتر ورق لوري حبهان، الحاجات اللي بستخدمها في الشوربه كلها انا حطاها فيه. فاما باجي بقى اعمل شوربه او اي حاجه ساعات ايدي بتبقى مش نظيفه، ساعات بيتبصم من بره، فقلت برضو المعه ونضفه كده. هو عموما كده كده في بعيد شويه عن اي حاجه، يعني ممكن اي حد يمسكه، والطبيعي ما حدش بيمسكه في المطبخ غيري، لان هي دي حاجات الشوربه بس. بس فمسكته هو دايما بيبقى نظيف، لمعته برضو وقلت ارجعه مكانه. لمعت كمان الزرعه بتاعتي البسيطه دي وخلاص كده. وبس هخش على البوتاجاز بتاعي بقى. شايفين البوتاجاز شكله جميل جدا جدا، انا غسلته الفيديو اللي فات وقلت خلاص بقى هنودعه مش هنغسله تاني البوتاجاز ده. بس عايزه اقول لكم ان هو لسه مكمل معانا شويه لحد ما نشغل البوتاجاز الجديد باذن الله باذن الله باذن الله. الفيديو الجاي يكون شلناه بقى وركبنا البوتاجاز الجديد، نشتغل عليه احلى شغل بقى ونعمل بيه احلى فيديوهات. فادعوا لنا على خير كده ان هو يركب ان شاء الله وننزل بقى البوتاجاز ده. بس مسكته دعكته كده برضو، لان هو لسه في بيتي، فلازم دايما يبقى نظيف وبيلمع كده. ما بحبش حاجه تبقى عندي حتى لو ما كانتش بتاعتي، لازم تبقى نظيفه وكويسه جدا قبل ما تروح لصاحبها.
بس مسكته لمعته بقى ونضفته كده وخلاص كده. ايه الفيديو بتاعي تقريبا خلص. اتمنى اشوفكم فيديو جديد، وبجد هتوحشوني جدا. عايزاكم بقى ما تنسونيش باللايكات، وتنسوني كده بكومنت حلو، وعايزاكم تعملوا لي مشاركة كده لفيديوهاتي مع اصحابكم عشان القناة تتعرف وتتشاف اكتر. وربنا يخليكم ليا وما تحرمش من محبتكم ابدا. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة. هتوحشوني جدا جدا جدا.